دواء لعلاج الكبد يباع في الصيدليات المغربية والتركية يثير جدلا واسعا في المغرب، ليس لاختلاف التركيبة أو المفعول، بل بسبب الفرق الشاسع في سعر البيع. ففي المغرب يتجاوز ثمن دواء لعلاج الكبد 5200 درهم، بينما لا يتعدى ثمن نفس الدواء في تركيا 580 درهما مغربية، وهو ما أثار جدلا واسعا، خاصة أن الفرق الكبير في السعر لا يتعلق بتاتا بتركيبة مختلفة أو شركة منافسة أو بمنتج محلي مقابل آخر مستورد، بل يتعلق بنفس الدواء والشركة والتركيبة. موجة الغضب تفجرت بعد تداول نشطاء صورا لنفس إحدى الأدوية الخاصة بعلاج أمراض الكبد التي تباع في تركيا والمغرب، مشيرين إلى أن الفرق في السعر غير مبرر، وأنه يعكس اختلالا في منظومة تسعير الأدوية بالمغرب. في المقابل، ربط عدد من الصيادلة ارتفاع سعر الدواء بتعقيدات إدارية وضرائب ورسوم جمركية ترفع من سعر الدواء، لكنها بحسب خبراء لا تفسر الفارق الشاسع. عدد كبير من المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد المزمنة عبروا عن استيائهم من المفارقة، معتبرين أن الإصابة بمرض معين في المغرب ليس ابتلاء جسديا فقط، بل امتحان اقتصادي قاس قد ينهي حياة بعضهم.